لا دونالد ترامب اول اشي هذه هي يعني صفاته، هذا هيك يعني كل واحد عنده الشخصية الخاصة به. نعم. ولكنه يميزه عن الاخرين انه واضح، يعني بني ادم لا يلف ولا يدور، يعني يقول ويفعل يعني. وانا اريد ان اعمل مقدمة عنه لكي تعرف الناس وكي تطمئن ان الامور اذا وصل الى الحكم بنحكي. نعم. وفي امكانية كمان ما يوصلش للحكم. نعم. فلأنه الدولة العميقة تحضر له، الشياطين يحضرون له. نعم. عدة شغلات سنتكلم عنها، ولكن أنا أريد أن أعطي لا مش بس ملفات قضاء، ممكن اغتيال بحكي عنها. نعم. بس اللي بدي أقول لك إياته إنه ترامب هو أول إشي المحارب ضد الدولة العميقة. ترامب ومعه الكثير من المماسك ضد الدولة العميقة. معه ملف ميكرون الرئيس الفرنسي. نعم. المتزوج من ابنة روتشيلد اللي هي من الدولة العميقة، التي تكبره ب20 سنة، وعلاقاته مع الذكور، مع علاقات ميكرون مع الذكور. نعم. هاي الناس ما بتعرفهاش. ميكرون هو لوطي. نعم. بين هلالين. وهذا جزء ايضا من البرنامج، قضية المثلية الجنسية. سنتكلم عنها. اللي ترامب ضده هو بوتين. وايضا يملك جميع الملفات السرية من احداث 11 من سبتمبر التي دبرتها الدولة العميقة التي تحكم العالم. عملوا كأنه طيارات خشت في التوائم، وهذا كله كذب. نعم. وأثبت أنه كذب. أحداث سبتمبر 11 من سبتمبر فجرت التوائم من الداخل لكي يتهموا القاعدة. هذا بسموه علم كاذب أو فولس فلاج باللغة الإنجليزية، أو باللغة العبرية اسمه ديجل كوزيف، يعني بمعنى أنك أنت تعمل خطة معينة تقوم بنسف التوائم من الداخل. فجرت التوائم. نعم. وتتهم جهة أخرى بحجة أنه هي عملتها مشان أنت تفوت على أفغانستان. نعم. والعراق. فهو معه هذا. مش بس هيك، كمان ضربوا البنتاغون في 11 سبتمبر. صحيح. ومعه كل الملفات السرية التي تفضح السرقات التي كانت في البنتاغون في تريليونات الدولارات. فعملوها كأنه القاعدة خشت، ولكن مش القاعدة، هن فجروها. الدولة العميقة. نعم. التي تعمل الويلات في العالم وتخطط وتنفذ. ترامب هو الرئيس الوحيد الذي لم يشن حربا في زمانه. الرئيس الولايات المتحدة الوحيد في كل تاريخ الولايات المتحدة، كل رئيس كان في عنده حروب. صحيح. ما عدا ترامب. مثلا امثال بوش الاب، كلينتون، اوباما طبعا المجرم الكبير، اوباما الذي دمر الشرق الاول، بوش الابن طبعا. نعم. هؤلاء الرؤساء يجب ان يحاكموا كمجرمي حرب. ترامب مثل بوتين يفضح الدولة العميقة ضد زواج المثليين، المثلية الجنسية، لأن الفرق الشيطانية تعبد الشيطان لوسيفر. هم يؤمنون بالشيطان لوسيفر. حتى الحروب الماسونية، هدول الماسونية، كل هدول الدولة العميقة يؤمنون بالشيطان لوسيفر ويقدمون له القرابين. والحروب هي جزء لا يتجزأ من هذا. يعني يبثون الطاقة السلبية في العالم، يعملون الحروب، يقدمون القرابين، يعملون الطاقة السلبية. وطبعا الهدف بالآخر العبودية، استعباد البشر والسيطرة والهيمنة على خيرات العالم. هو ترامب هو الذي قال أن دم الأسود والبني والأبيض هو دم واحد، دم أحمر، وهو الدم الوطني، وكلنا من خلق الله. ترامب هو الذي قال من البداية أن الكورونا لعبة وهي مرض عادي وكله كذب، وكان ضد التطعيمات القاتلة. واليوم أثبت ذلك. مش بس أثبت ذلك، هذا أثبت طبعا. نعم. ولكن اليوم هو وزير الصحة الذي سيكون عربي مسلم، الذي سيكون كان ضد التطعيمات. نعم صحيح. لا هو عربي مسلم. انا مش متذكر ايش اسمه، بس عربي مسلم. ممكن نعم. وزير محمد لا انت نعم. عينوا يعني حديثا. مش بس هيك. لا، يجب ان نعرف انه هاي المرة اللوبي الصهيوني لم يصوت لترامب، لانه بيعرف خطورة ترامب، لانه ضد الدولة العميقة، لانه اللوبي الصهيوني مع الدولة العميقة. فاليوم 70% من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة كان ضد ترامب. اللي نجح ترامب بالاساس هي الجاليات الاسلامية والجاليات العربية، هي اللي نجحت. وحتى اذا بتتذكر انه في الانتخابات الاولى بال 2016 مين اللي كان موجود دائما؟ زوجة ابنه اليهودية، زوجة ابنتها اليهودية. صحيح. هذه الانتخابات اختفى هذا كوشنر على ما اعتقد. نعم. اسمه. نعم. من كان في الواجهة اللي هو مسعد بولس، اللي صحيح. هو اللي ابنه متزوج من ابنة ترامب اللي هو لبناني الاصل. وهذا يدل ايش على دار بولس، مسعد بولس. بس يعني فينا نقول عاشت الاسامي. بس هو لبناني الاصل. نعم. نعم. هسه كمان كان لكن ايضا كان له اجتماع انتخابي، و يعني مدحوه من خلال هذا الاجتماع
في عند الجالية الإسلامية وأئمة طبعا. مساجد. هو الوحيد، الرئيس الوحيد الذي حضر إلى الجاليات الإسلامية إلى بلدهم، يعني في نعم. الولايات المتحدة. نعم. هذا كان تغيير كمان، ولا رئيس الولايات المتحدة زار إلا ترامب. كمان شغله مهم جدا، هو ضد، لأنه خطة الدولة العميقة هي تقليل عدد السكان الكرة الأرضية إلى المليار الذهبي. كان هذه مكتوبة على حجارة جورجيا في الولايات المتحدة ب8 لغات، انه يجب ان على سكان العالم ان يكونوا نص مليار، يعني مليار. نحن الخطه نسميها خطه المليار الذهبي، اللي هي خطه مالتوس الانجليزي. فهو كان ضد خطه تقليل، يعني قتل الناس بحجه الاحتباس الحراري. هي كلها كذب. نعم. الاحتباس الحراري هم يلعبون بالمناخ، وهم يدعون ان في احتباس حراري من كثره الناس ومن كثره البقر ومن كثره الذين نعم. يعملون ثاني اكسيد الكربون، يعني صحيح. اللي يؤدي الى الاحتباس الحراري. واهم شغله مهمه جدا الناس ما بتعرفها، او اغلبيه الناس ما بتعرفها، هو بيعرف معه كل الملفات خطف الاولاد حول العالم. تعرف شو يعني خطف الاولاد؟ في كل سنه يخطف اكثر من 8 مليون ولد حول العالم. هي معلومة طبعا 100%. معلومة نادرة، طبعا مرة أسمع شيء. طبعا. وفي قصص خطف الأولاد وقصص الأنفاق، يوضعون في أنفاق مثلا تحت باكنغهام، قصر باكنغهام الإنجليزي، هنالك أنفاق لتعذيب الأولاد. أنت بتعرف شو بيعملوا؟ أنت سمعت عن مادة اسمها مادة الأدرينوكروم؟ ما سمعتش عنها. يؤخذ الأطفال يعذبون وهم في جيل صغير، يعذبون ويقتلون. حينها يفرز الطفل مادة تسمى بالأدرينوكروم، يشربونها هؤلاء المجرمين. اللي إذا بتطلع وجوههم، مثلا كيسنجر وصل 100 سنة، فهو من الأوليميناتي. هي فرقة اسمها الأوليميناتي. هذا يمنع الشيخوخة يعني؟ يمنع الشيخوخة، وبتضلك المادة تمنع الشيخوخة. نعم، وبتضلك شباب. حتى أن هذه المادة تباع في أكثر من مادة الهيروين، يعني سعرها في السوق أكثر من مادة الهيروين، كميات صغيرة، لأنه الطفل بيفرز مادة صغيرة مش بكميات كبيرة، فهي غالية جدا. وهؤلاء المجرمين اللي في الدولة العميقة يشربون من هذه الأشياء، مشان عندما تنظر إلى وجوههم، يعني مثلا هيلاري كلينتون، هنري كيسنجر، تطلع عليه ابن 100 سنة، طلع وجهه وجوه ناضرة. ناضرة بالضبط. فعنده كل ملفات خطف الأولاد. وهاي هو كمان كافح من أجل المواطنين. هو الرئيس الأمريكي مثل ما قلت، اللي هو قضى على داعش. مين عمل داعش؟ داعش وأخواتها. نعم. مين عملها؟ والنصرة. عملتها، هي صنيعة أمريكية، عملتها زي ما عملت أمريكا. مين عمل القاعدة؟ الدولة العميقة. الدولة العميقة طبعا مع رأس الأفعى أمريكا. نعم. اللي هي مين عمل القاعدة؟ أمريكا عملت القاعدة مشان تفوت على أفغانستان والعراق بحجة القاعدة. صحيح. لا بحجة إنه في أسلحة دمار شامل في العراق. كله كذب، بتبين بعدين لا في أسلحة دمار شامل. واحنا شفنا إجرام داعش فعلا حقيقة. إجرامه يعني يشبه إجرام الدولة العميقة. طبعا بالضبط. ولكن هؤلاء يأكلون الكبد، يعني داعش وأخواتها. شفتن كيف كانوا هدول شو أخذوا كل مجرمين العالم اللي كانت في السجون وأدخلوهم إلى الأراضي العربية. دربوهم نعم. لتدمير الوطن العربي. دمروا سوريا، دمروا ليبيا، دمروا العراق. دمروا العراق بحجة إنه ومين عمل داعش وأخواتها؟ هن عملوها. صحيح. على أساس العقيدة الدينية وكذا، وإنه هاي فأدخلوهم وعاثوا فسادا في الأرض في هذيك مين اللي قضى على داعش في هذيك الفترة؟ إسا رجعوهن. إسا بايدن بده يحركش في سوريا، ما أنت شايف، عم تشوف إسا في منطقة إدلب. صحيح. كمان بدأ باتفاقيات سلام. ترامب عمل اتفاقيات سلام، وخصوصا كمان مع كوريا الشمالية، متذكر أنت؟ صحيح. وروسيا أيضا هو صديق نعم لبوتين. بالضبط. نعم. عاد جيشه من العديد من الدول، انسحب من العراق، انسحب من عدة دول، عاد الجيش من عدة دول. هو رجل سلام. كمان عمل على خفض في أسعار الأدوية. جرب إلغاء ضريبة الدخل. طرق على طاولة الأمم المتحدة وأعلن أن العالم ملك للمواطنين وليس للزعماء. هو الرئيس الوحيد الذي حارب الفساد وأحبط مؤامرة النظام العالمي الجديد. وان شو بتعرف شو خطتهم هن الدولة العميقة؟ شو خطتهم؟ خطتهم استعباد البشر، القضاء، تقليل عدد سكان الكرة الأرضية إلى المليار الذهبي، استعباد البشر، من تبقى يبكون عبدا لهؤلاء المجرمين، والسيطرة والهيمنة على كل خيرات العالم. نعم. هذا هو المشروع.
فشو هن صاروا يعملوا عن طريق الإذاعة، لأنه هو يقف حجر عثرة معه، فحاربوه طبعا، وبيطلقوا عليه الشائعات انه عليه قضايا اغتصاب ومش قضايا اغتصاب، وقدموه للمحاكمة، واكبر اثبات انه طلع من المحاكمات كله وصار رئيس الولايات المتحدة وغلب هاي هاريس هاي. والله بايدن هذا الذي يتأرجع على درجة طائرة طالع، ما هو في كمان في شكوك انه روبوت بايدن، يعني شو تصرفه طبيعي؟ بيكون قاعد حد رئيسة ايطاليا، رئيس ايطاليا كلهم بيروحوا بيضلوا هو واقف موجود. صحيح. بيتيجي هو يعاني من مرض الالزهايمر، ممكن يعاني من مرض الالزهايمر. هناك الذكاء الصناعي كمان الذي يعملون عليه، يعني اليوم كله مفتوح. هسه كمان بدي اقول لك شغله واحده، ترامب نجح هو في 2020، في سنة 2020 هو نجح للمرة الثانية، ولكن زوروا الانتخابات في الولايات المتحدة ونجح هذا بايدن الديمقراطي. نعم. عن طريق ليش؟ ما عملوا قضية الكورونا، كذبة الكورونا، فكان التصويت عن طريق الكمبيوترات وكذا، فزوروا انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية ونجحوا هذا بايدن. وشفت شو عمل بايدن في فترته يعني بدك يعني أنا بفهم من كلامك جريس بولس. أنا لازم أخذ دورة مشان أحفظ الاسم. جريس بولس أبو رفول، بفهم من كلامك إنه الدولة العميقة قريبة للديمقراطيين طبعا، وإنما اللي احنا بنشوفه بالعكس تماما. الجمهوريين هم هسه بشرح لك القضية متشددين أكثر، وخاصة البروتستانت هم ينتمون للبروتستانت الجمهوريين. هسه بشرح لك القضية مش قضية الديمقراطيين والجمهوريين. يعني في أغلبية انتخابات الولايات المتحدة القديمة كانت الجمهوريين والديمقراطيين ما زالت اللوبي الصهيوني يسيطر عليهم والدولة العميقة تسيطر عليهما. نعم. ولكن على الديمقراطيين أكثر. القضية هون مش قضية الجمهوريين. ترامب غير الجمهوريين، هو مزبوط أنه هو جمهوري اليوم. نعم. ولكن شخصية ترامب هو من القبعات البيضاء. بعرفش إذا سمعت إشي مصطلح اسمه القبعات البيضاء. القبعات البيضاء هي القوى النورانية في العالم التي تحارب قوى الشر. النورانية من التنوير يعني يؤمنون بالخالق، بالرب. نعم. الخالق، وهنالك من يعبد الشيطان. اليوم اللي انت بتشوفه ممكن الناس كتير اسا ما تستعجب من هذا اللي انا عم بحكيه وبقول لك شو هذا عم بحكي، ولكن اليوم الصراع هو بين الشيطان وبين الرب. يعني في قوة تمثل الشيطان اللي هن تؤمن بالشيطان وتكفر بالرب نعم. وتعمل الويلات، ومنها سفك الدماء ومنها القتل ومنها كذا، اللي هي تغذي الشيطان. وهنالك قوة نورانية التي تحارب قوى الشر. ترامب وبوتين هم من القوى النورانية الذين يحاربون قوى الشر. وبوتين أيضا طبعا، بوتين من القوى. لسه بحكي لك على لهذا السبب هناك صداقة بينهما طبعا وتنسيق. لسه بحكي لك. نعم. بنحكي مهم جدا، نحكي انه شو بده يصير بين بوتين وترامب. هي مهم جدا. وحرب اوكرانيا مع روسيا بالضبط. نعم. لسه مين عمل حرب اوكرانيا مع روسيا؟ طبعا شو اسمه الدولة العميقة مع الولايات المتحدة، رأس الأفعى الديمقراطيين بايدن وكذا. نعم. ليش؟ شو الهدف؟ مشان تعرف الهدف هو شغلتين. اول اشي انهاك روسيا، انهاكها بالحرب، الهائها بالحرب، استنزافها، هذا بالاساس. بالاضافه لهذا ونفوذ ايضا، وبالاضافه لهذا انه الكنيسه الارثوذكسيه في روسيا مستهدفه. لماذا؟ لانها تقف حجر عثره في وجه الدين الابراهيمي الشيطاني. ماذا يريدون؟ سمعت انه شو عملوا في الامارات انت؟ اتفاقيه لا مش اتفاقيات سلام اللي بسموها ابراهام. لا، انا عم بحكي على الدين الابراهيمي. شو الهدف؟ حتى نسمع منك. الدوله العميقه اللي عبدت الشيطان يريدون ان يعملوا كالاتي: اولا إقامة دولة واحدة تحكم العالم، اللي هن طبعا الدولة العميقة. ثانيا إقامة جيش واحد والقضاء على كل الحكومات والقضاء على كل الجيوش، وإقامة جيش واحد يحكم العالم. هن حاولوا عن طريق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مين قامت؟ الدولة العميقة. نعم. بهدف إقامة دولة واحدة تحكم العالم. فاهم أنت علي؟ ولكنهم فشلوا.